مساكم الله بالخير او صبحكم الله بالخير. وين ما تشوفونه حسب ما تشوفونه نمسي عليكم اليوم من برنامجنا 720 ستريت او 720 العكس المفروض بس عكسناها. تمام. اوكي مو مشكله. انزين اي حلقتنا اليوم عن شنو؟ اتوقع واضح. شنو؟ اي السلسله واضحه. ايه المسلم اوكي طارق العلي اوكي اللي مولعها حاليا ولا المتسيد حاليا. والله ما نقدر نقول غير هالكلام. عندك راي ثاني؟ لا انا معاك من البدايه. إيه، مو قاعد نتكلم عن انا التاريخ. قايل لك من اللي طافت. لا الحق ينقال. اللي بالقلب غير، إيه. منو نحب غير، ومنو اللي حاليا متسيد. من اللي متسيد. يعني انا رقم واحد بالنسبه لي قلت الحلقه اللي طافت ابو محمد. عبر التاريخ. مو عبر التاريخ حاليا، لا عبر التاريخ قلت لك عبد السعد الرضا رقم واحد. أوكي. رقم اثنين طارق العلي، ورقم ثلاثة اللي متسيد حاليا المسرح. بس ها كنا الكيرف بلش ينزل. بس تصريح قوي هذا. مو بالعكس بالبدايه انه مو نزل مولي، انه بلش ينزل. انزين. وكنا قاعد يدارك الموضوع احسن من غيره قبل لا ينزل موليه. طبعا بدايه حسن بلام بدا بسنه اللي هو 93. اي نعم. مشواره الفني هو من مواليد 74. يمكن تشوفونه انه هو وايد كبير، هو فعلا فنان وايد كبير، بس عمريا ترى هو هالسنه داش 50 سنه. اي ما ادري ايش مار فيه، مو من الدنيا ذته. هالسنه يدش 50. لا شكله شفت تو اخر عمل شيب تارس والله. وجهه والله تعب هموم. هو شغل ما ندري. هو تفكير زايد. والله الله اعلم. الله يعطيه الصحه والعافيه. إيه. طبعا تذكر وتذكرون مسلسل سليمان طيب سنه 93 كان موجود فيه حسن بلام. اي غالي وحبيب. إيه عيل تبي انا بيع الجواتي تبي نكملها كامله محشومين. انزين فمسلسل سليمان طيب سنه 93 كانت بدايه الفعليه حق مشوار حسن البلام ومسرحيه الذيب والعنسات الثلاثه. تذكرها؟ ايش شلون ما اذكرها؟ منو ابرز واحد فيها؟ رايي إيه؟ الحب. لا مو انت الحب. لا الحب. ليش بتقول واحد ثاني؟ انا بقول واحد ثاني. بنخسر بعض. عناد فيك. لا مو عناد. عناد فيك راح اقول الثاني مو اللي تبي. عطني واحد إيه؟ بالمسرحيه انزين اعلى من داود حسين. مستحيل. اعلى من داود حسين؟ ما يصير. اوكي ما في. فنيا ما في اعلى منه. بس المسرحيه شنو؟ الذيب والعنزات الثلاثه. من اقوى ذيب بالكويت؟ اقوى ذيب بالكويت بهالمسرحيه داود حسين. اقوى ذيب بالكويت منو؟ بالتاريخ؟ اي بالتاريخ يعني اكيد العود. العود ابو انا عيسى. ابي اصيدك. العود ابو عيسى. انا اصيدك. مشكله طلع مرتين ذيب. 3 مرات. من الثالثه؟ انا اقول لك شنو ليلى الثالثة؟ والذيب. ليلى والذيب. ثلاثه. اول شيء ليلى والذيب. لا غير هذا خل اقول لك الحين. اللي بروحه اي شو اسمه ليلى والذيب. تمام. وبيبي والذيب. ايوه اي بس هذا غير والثالثه عنزات الثلاثه. إيه ما فهو ذيب اقوى ذيب بالكويت. لا حمد العجيبي. اختلف معاك. كيف تختلف تتفق؟ اختلف معاك يا جماعه. اقوى ذيب بالكويت ابو حسين داود حسين. شلون؟ مسرح الطفل. عامل واحد ذيب. شنو هذا؟ هو حسين الذيب ما له داعي يمثل واحد. الذيب بالكويت يا جماعه تصريح. الذيب بالكويت حمد العجيمي. نرجع حق حسن يا البلام. جماعه الذيب ما له داعي يمثل ثلاث شيء يثبت انه ذيب. واحده تكفي. صدق محمد العجيمي الله يعطيه الصحه والعافيه. إيه؟ طبعا تحيه الحب هذا الصدق ينقال ما فيها. لا تحيه. اي ليلى والذيب. لا كان يخرع. يخرع لاي درجه؟ يخرع لاي لاي ليفل؟ ما بيتك بنشطب بنطلع البلام شوي. إيه؟ لا كان يخرع عمي. لاي ليفل يخرع وايد. انه ما طلع بالتحيه إيه. حق الجمهور. يخوف لان يخوف لان خايفين لهذا منه. تخيل وايد من الاهل ما كانوا يحبون يطالعونه للاسف. قبيح شكله قبيح. مو ذيب لا تطلع. بس صدق قال ما كان ذيب شكله ما ادري. شكله مو ذيب. لا ذيب يخرع. مريب بس مو ذيب. كان البلام بلش مع فنانين كبار مع محمد منصور وطارق العلي داود حسين وانتصار شراح. فتحس انه وايد فارق بالعمر. عرفت تحس انه من عمرهم مع انه هو الجيل يعتبر الجيل اللي بعدهم لكن تساوي معاهم الحين. والله وانت قاعد تسولف انت مستوعب؟ ياتني نوستالجيا كبيره. شنو نوستالجيا؟ العشاق شحيت ومحيت. وهذا ورا البيت كامله تقدر تقولها. على الله الله على البيت وجاره. زين والله من عشاق المسلسل. مو بس عشان داود عادي ما تحب الثاني. والله ادري وين بتروح. لا والله العظيم. ليش تحب؟ اموت عليه. ليش تحب؟ منو ترى المسلسل كله احبه. قول منو؟ كلهم احبه. منو؟ شفت انت تبي علي جمعه. شفت الاربعه. انت تبي علي جمعه وعلي سلطان. شفت الاربعه اللي بالمسلسل. هذول عشقهم. هم هذول الرباعي. شحيت ومحيت. خلي قاعد ورا البيت. شحيت اللي قاعد ورا البيت شحيت ومحيت وعلي سلطان وحسن بل. هذول الاربعه عشقهم هذول. ترى انا احب فريدون. ما وين راح فريدون؟ شو اسمه بالضبط؟ بين لهم كلهم فريدون وين راح؟ انا يا اخي انا احب شخصيه فريدون.
يا جماعه عايش ميت ما ادري عنه. تذكر اميتاب فريدون مستحيل ما تنسي. لا. مو شايف المسلسل. لا شايف ما اذكر لا انا شايفه وايد انت من عشاق المسلسل فما اقدر اناقشك فيه. شايفه وايد ما اقدر اناقشك فيه. الله يا جماعه اللي مو شايف شيء يروح يشوفه، واللي ما يضحك على المسلسل ما عنده سالفه. يا اخي الناس اذواق ليش تجبرهم؟ مو بكيفه. ليش تجبرهم؟ مو في الناس اذواق يكونوا حابين مسلسل شلون يعني؟ كل اراء تحترم تحترم الا مشحتهم حيث ما يحترم. تحبه غصبا عليك مو طيب. خلاص غصبا عليك تحبه. فاهم انت ولا لا؟ كنت بروح. لا قبل لا تحبه شحيتهم حيث شنو بتسوي؟ لايك. ادري حسيت. لا لايك يا الحبيب. لا لايك على راسك. لايك وشير سبسكرايب ارجوك. والله دزها نبي ندزها لين 500. وصلنا 400. كثر شيرك الله يكثر خيرك. بندزها لين 50. وصلنا 400 الحمد لله. 400 شخص الحمد لله قبل على راسهم واحد وينحط. وارجع واقول ان فيكم نكبر وتكبر هذه القناه. يا ويل اكيد طبعا. ولايكك يفيدنا ما يضرك. وكثر شيرك. ننتقل الحين حق المحور الثاني. محور وايد احبه زين وفي كلام وايد. انت مستعد؟ مستعد جدا. مستعد والله العظيم. في كلام وايد، في نقاش، في اخذ وهات تبي شغله المحور الجاي انا معاك مسولفين فيه من قبل ان متفقين فيه لاول مره 100%. عمرنا ما نتفق. تعال صدقني 100%. تعال يلا محور هو محور السنيد. يا جماعه منو السنيد؟ دور ممكن تشرح لي منو السنيد؟ السنيد او يسمونه الفريش. الفريش او فريش حيل. منو السنيد؟ والله السنيد صاحبك. صاحبك والله السنيد. منو سنيد؟ من اعظم السنيده بتاريخ مسرح الكويت. صاحب الله الحين صار. لا بس تبي نتكلم كذي. والله العظيم والله وايد مسنيدين. عبد الرحمن عقل معك يخرعون ما حفظ الالقاب. عبد الرحمن عقل من اقوى السنيده بالكويت، واحس ان نشر هالشيء او ورث الجيل الجديد. تبي اعطيك معلومه نقول انا والله العظيم ليه قبل ما هو بنفسه حسن البلام شرح الموضوع بمسرحيه عطالي بطالي. ايوه عليك أنا نور. ما كنت فاهم عليك نور هالدور 100%. او مو ما كنا فاهمين، احنا كنا فاهمين. يمكن في ناس تنتقد الشغله هذه ان الفنان مو مطلوب منه يشرحها على خشبه المسرح. ليش تشرح اللي بتسويه؟ سوى وخلاص انا نفهم. الله يا البلام. بس والله العظيم اعطاني معلومه تخرع. بعدين قمت اقدر دور فهد البناي ودور الادوار كل السنيده بالكويت. قمت اشوفهم اقوى من الشخص اللي قط فيه نفسه. وعشان الناس اللي يبي يروح يشوف مسرحيه عطالي بطال يشوفها، اللي ما له خلق يشوف. السنيد او الفريش هو اللي يمهد الافيه او القطه او بالسعودي الذبه حق الشخص المهاجم يسمونه. يعني هو لاعب النص مثل ما قال حسن البلام. لاعب النص الفريش هو اللي يمهد الافيه. ايوه ايه. ما يعرفون كاكي بواحد عبيد الشمري. ليش خايت هناك؟ ليش اوروبا عوده؟ يا عيال ديرتنا. يلا يا ديرتنا منتج محلي ها وبرنامج كويتي. فهمتوها ولا نعيدها ثاني مره؟ اللي هو لاعب النص حسن البلام باختصار. حسن البلام باختصار. بس لو تبي تذكر سعد الفري، عبد الرحمن العقل، جمال ردهان. حلو. وايد في فنانين. تبي كلاس تعليمي حقهم؟ منو؟ روحوا قرقيعان شوفوا حلقه شو اسمه مصعب ومنو؟ مصعب مراد. يا راجل يعني مثال يا راجل مثال يخرع على السنين. يا جماعه هذا يعني هذا اقوى نموذج حق الفرش. حسن البلام بالحلقه هذه فرش ريد كاربت حق داود حسين. بالضبط. قال تكفى كل شيء عندي بحياتي انا راح افرشه عشان تطلع انت بالصوره هذه. وطبعا داود حسين ما يطوف، خالصين منها. سترايكر يخرع. تقول لي يعني طبعا هو يفرش ويقط بس هو قدام يخرع ريال يقط. خلينا نخلص. لا بليه بعد شوي عشان غدير. بليه بعد شوي. بعد شوي كريستيانو بعد شوي راح يله. خلها ببالك راح اقول لك بعد شوي. زين. فشوفوا سلاجه باقو. غساله باقو. قوي. هي هذه اذا تبي كلاس مثل ما قال عن موضوع الفرش. شوف حسن البلام بهذه. خل كل اللي سواه بمسيرته يخرع الريال. هذه الحلقه ومن قوه الحلقه هذه ومن قوه الموضوع اللي سووه اللي هو كفرش وواحد يقط عادوا تو بكورونا. طالعين لايف من اثنين. لايف من اثنين ارتجال. مستحيل ارتجال. مستحيل ارتجال تسوون شخصيه هذه لانها صعبه مو سهله. بيردون بالعيد ربي لك. ما فيني صبر للعيد. بيردون بالعيد يا رب يكون مبدئيا حاجز لها مرتين اذا اول ما تنزل. هاي مرتين مبدئيا اكيد. يا رب يكون قد توقعات. يا رب لانه مو قادر انطر الصراحه. انا حسن البلام وداود حسين يا ربي شنو هذا. وان شاء الله قابل داود حسين المره الاولى بحياتي.
اخر مره متى مقابله شايفه صدفه بالشارع بس ما كلمته. اللي بوذي وانا لا انا كلمته بالديناصور. الله احلى صوت بدنيتي صوتك يا يمه. الله صادوا عمار مهران احبه هذا شيت الكواليس. يعطيه الصحه والعافيه. تبي نعطيهم بعد امثله على السنيد ما تخلص اكيد. عبد الرحمن العقل بنتخب ام علي. اوكي. سعد الفري بدرب الزلق. اوكي. الان تبدي تفهم شنو وايد. علي جمعه بشهاده محيط وايد. جمال ردهان محمد العجيمي. منو عندك؟ عباس مراد بآية درب الزلق. يا ساتر. علي سلطان. في احد يجيب طاريه؟ علي سلطان. ثواني بس خذ راحتك. عباس مراد بمسرحيه آية درب الزلق ما نبي نشط بالموضوع بس هذا بس اللي سواه ما كان طبيعي. تمام. وفي خيل اسماعيل حمد عجيمي قلناها. خيل اسماعيل في مثل ما انت قلت علي سلطان. في احمد السلمان يخرعون يا جماعه. يفرشون بالكويت وايد يخرعون وما يخلصون. وفي خالد العبيد معك زين. محمد المنصور والله العظيم انهم ما يخلصون. حياة الفهد ما يبي ادوار نسائيه. لا لان في وايد ما يصير ناخذ حقهم. وايد فرق بين الرجال والحريم يا جماعه. واحد لا تميز ما ابي اميز ولا ابي سكسي انا ولا تعنصر ولا ما في فرق بيننا احنا مثل ما ذكرنا الشباب. ليش ودينا هناك؟ لا وديك يلا عيل. حياة الفهد وسعاد عبد الله بنقول نفسه يفرشون. وانتصار شرح اقوى واحد تفرش حق محمد درشود. بالعكس لا لان احنا نبي هني تولدتنا هناك. لازم تفتخر ان اكيد افتخر عندنا نساء بقوه. عندنا ادري سكسي شباب تحت بالكومنتات. سكسي طول عمركم. تبي تفاعل النساء؟ اكيد طبعا. وينك الحلقه اللي طافت ما جبت تفاعل النساء؟ وين ما جبت؟ شو الحلقه؟ انا شو تكلم الحلقه اللي طافت؟ لا قول لي. الحين نسيت. خليهم يشوفون يذكرون الحلقه. لا ذكرتني يوم قلت شو اسمه ان طارق العلي ما يعطي الحريم. انا دافعت قلت يعطيهم بس مو مشكلته. اللي يحكم بيننا التعليقات. لا مو التعليقات. رد الحلقه اللي طافت وشوف اذا رايي انا ولا رايه هو اللي صح. إيه؟ فتبارك الرحمن عدد السنيده بالكويت خاصه يعني لا يعد ولا يحصى. مو بس كان سنيد حتى بالدراما كان ممتاز. الله اكبر. سبايكي بالقدر المكتوب. ليش خليت كل اعماله رحت على سبايكي على طول. والله والنعال كرم السامع حبيته والبرموده للحين اذكر الصوره كان شابه مولعه نفلص باعمارنا. والله شايفها زين. وسوى يوم اسود يا جماعه. مسلسل كان وايد حلو. كان دوره جديد عليه قوي. بس مو هني موضوع. هو نقلته الدراميه ما كانت بيوم اسود ولا بيا اخوي ولا دني لحظه. النقله الدراميه اللي صار له توني قلتها والله. التويست القدر المحتوم. تدري ان البلام شارك بكل شيء. مشكلني حتى مشكلني موجود. اخي قول لي يا اخي خاطري هذه ما شاء الله. دين تدري لو كان لنا فرصه نشارك مشكلني. الله صارت مشكله. انا ابي اشوف بس راشد ماجد واطلع من هذا. لا شفت راشد ماجد خلاص مو لين نتكلم الموضوع هذا. اي نعم والله صادفته. شنو سوى البلام قدر محتوم؟ طبعا بداية وراك انه دوره عادي انه كوميديان وانه سطحي ما له اي اضافه بالمسلسل عادي جدا يعني. عرفت انه بيتم الى اخر المسلسل بحكم انه المسلسل فيه اسامي وايد كبيره. البيت هذاك يخرع مخيف. هذاك البيت يخرع اي جدا. فلما تنتقل الكاميرا حق البيت الثاني اللي هو سعاد علي وياسر العماري وحسن البلام تحس انه يعني حلو المشهد كتغيير. فهمت انه كوميدي الين جت اللحظه هذه النقله الدراميه بتاريخ البلام. بدايته هني كانت الدراما. الحين اذكر المشهد يوم توفى ياسر العماري. بالضبط لين توفى ياسر العماري هني وراك انه مو فنان بس كوميدي. هو فنان درامي بامتياز. بدايه الدراما بالنسبه حقه هو. بعدين عاد انتقل حق الاعمال الثانيه. فانت عندك تعليق. بس ليش كانت نقله؟ لان يا جماعه لازم تفهمون شغله. اغلبكم لحق بس في ناس ما لحقوا على الاعمال عيال منصور كانوا يسمونهم. الحين من اللي متسيد الدراما هدى حسين غالبا. هدى حسين. اعمال عيال منصور بذاك الوقت كانت بقوه اعمال هدى حسين الحين. فانت لما تاخذ اقوى فعلا اقوى. لما تاخذ دور بسيط مع عيال منصور كأنك ممثل باقوى مكان درامي. يعني انا اهم شيء عندي ان طلعت معاهم. انا موجود معاهم شارك معاهم بالعمل. تمثل وتأدي بمشهد ولا احلى وتسوي نقله وتسوي بصمه وقتها ان هذا الفنان شاطر. لا بصمه. هذا فنان يقدر يسوي دراما غير الكوميدي اللي هو موجود فيه. شيء يخرع. حسن البلام بصمه بالتاريخ
دراما وبرامج ترفيهيه، صار طبعاً معلق طبعا دورات رمضانيه، بالضبط. صار معلق على مباريات، ذا كم شغله. ايوه اللي هو الفنانين الفنانين كوت الفنانين ايوه. يمثل ادوار نسائيه، يمثل مسرح طفل تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. يمثل بش اسمه معلق مسابقات، معلق مسابقات، فضائيات ما شنو، اعمال منوعه. لا إله إلا الله. ما شاء الله البلام سوى كل شيء بحياته لين وصل هذا المستوى. ونرد على موضوع السنيد. إيه. لو تلاحظون كل فنانين الكبار اللي مثل معاهم طلعوا بالبيك او البرايم مع حسن البلام، اكيد مو صدفه. الله أكيد مو الله صدفة. طارق العلي وداوود ودرويش. طارق العلي سوى معالي هو ما يصح الا صحيح وصح لسانك. اوه قرقيعان وناصر دربي ويل دربي اخلص ايه كا كولي مو طبيعي. يعني راكب على مو طبيعي البلام مسوى دور سليم باك اللي بصح لسانك. قرقيعان وسلسله شو اسمه المسلسلات اللي مع عبد الناصر درويش تخرع. اي شوف عبد الناصر درويش مع البلام من غير البلام. انا اي انت من قاعد اكلم انا او انت، وشوف اذا ما تبي ما تقدر تجاوب، شلون قلت اذا جري؟ مسرحك مو جري تقدر تجاوب. لا لا طول العمر مسرحك جري خلاص ولا مو جري؟ والله مو خلاص. مسرحية جريء ارجوك تجاوب. تمام. وين كاميرتك هذه كاميرا؟ إيه. جاب لها وقول درويش مع البلام شيء وعقبه البلام شيء ثاني. اوه شيء قوي، شيء شو قوي الفرق؟ جدا. ممكن تقول لي ابيك تفصل لي شو الفرق قبل اروح شو المحاضرة. الفرق؟ شو الفرق؟ نروح حق المحور اللي بعده. ما احب السلسله يا هذه. بعد قلبي ادري ليه قريان؟ اوكي خلاص قبل لا ننتقل حق المحور اللي بعده حاب تضيف شيء زياده ولا نروح؟ في المحور اللي مساع مال السنيده، مو محور اللي هو الدراما مال السنيده اللي مساع تكلمنا فيه. كان عندك شيء بتقوله وما قلته؟ شلون ما قلنا اللي هو يا جماعه مسرحيه اويا الكره كان في مشهد حق داوود على اليسار انزين، اللي على يمينه منو اللي قاعد يفرشون له الارض كلها؟ حسن البلام، احمد السلمان، علي سلطان. شوفوا يا جماعه المشهد شنو قاعد يسوون هذول الثلاثه، وهذول الثلاثه ذكرناهم تو من ضمن السنيده، من اقوى السنيده بالكويت، موجودين مع مشهد واحد مع داود حسين. فشوفوا القوه. هذا المشهد لازم ما يطوفني انا، لازم اقوله مع السنيده. يا ساتر. الحين ننتقل حق المحور اللي بعده. حلو انزين يا ابو صلوح، خلينا نتكلم عن الكاركترات اللي اداها حسن البلام. طبعا بحر بحر شو نعد وش نخرب شو نقول وش نخلي. حسن البلام باختصار يعني يا عرفت. ساتر. تتكلم عن قلنا من ساعه صح لسانك، قلنا اللي هي ما يصح الا صحيح دور قرقيعان. المينون اي وقرقيعان ما يخلصون كاركترات. كان يماني دندرمة. ايوه وسابق ولاحق. وين هذا؟ لا مو على نفس الوزن غير. طيب شيطون سبيستون. ويوم قلد تركي آل شيخ ايوه مع المستشار وجه له تحيه. يخرع يعني زي غلدت هناك بالسعوديه، تعال غلد هنا بالكويت خلينا نشوف. لا والله مو دام راكب. الكاركتر والله حلو. صح. والله زي ما مو راكبه. ليش؟ اي مو راكب. اول حلو المسرحيه الكاركتر كان اساسا حلو شكله. وعندنا له شو اسمه الانتقاد انه إيه؟ المفروض ما كان المفروض تنعاد بالكويت. هي المسرحيه مسوينها حق موسم الرياض، مو لنا المسرحيه. خلاص خليها تذكر يوم عادوها؟ بعد شوي نتكلم عنها. يوم عادوها ما كان اي مسرحيه مو ذاك الزود يعني. اي والادوار النسائيه. شوف هو قال انه ندمان على الادوار النسائيه وانا احترم رايه جدا بس ترى جدا احترم رايه. انا تضايقت من الدور، ما بالك صح. الشخص اللي مؤدي الدور هذا. عدل في ناس يقولون انه مو حلو والناس بس تضحك عليه لان ندري انه ريال. قالها النصار ندري انه ريال. احترم وجهه النظر بس ترى شو اللي ضحك الموضوع في اشياء ما يقدرون يسوونها الحريم وفي جهات ما تقدر نوع من انواع الكوميديا انه تكون اوفر يقدر يسويها. ايوه ايزي خاصه ان مجتمعنا ما يسمح بان يبالغ فيها بعد تاخذ راحتها مع الريال. أيوة. فالريال يأديها افضل. انا معاها يضر رايك الشخصي تبي تسويها ما تسويها راجع حق الفنان نفسه بس الفنان اللي يسويها انا اشوف انه ما فيها اي مشكله. مثل اللي سواه عبد العزيز النمش درويش بالضبط. شفنا الادوار هذه بس انا شخصيا انا ما احبها يعني. يوم يجيب بنت تسوي الدور عادي في وايد بنات حلوين. قلت لك ليش وايد بنات حلوين بالكوميديا. شفنا ما تقدر تاخذ راحتها مع الفنان. فاهم انا مو الا تاخذ راحتها مع الفنان. روح سكه ثانيه يا اخي. شفنا فوز شطي حلوه مع مظفر، شفناه حلوه مع المانع، شفنا زين بهمن، شفنا نور المله. انت بحلقه طارق العلي انتقدت طارق العلي لانه وايد على الفنانات. ليش؟ لانه ما تصير للفنان. اختار المسرح الصح. لا لو كان رجل ويؤدي دور مرة يقدر ياخذ راحته وياه. سعيد الملا بعد كلمة. سعيد الملا وايد حلو. وايد في وايد بس انا قلت لك انا مو مع هذه. انا احب ان المرأة يكون دور المرأة ودمها خفيف. اما انك انت تسوي دور مرأة ما احب هذا.
بس في شيء والله انت ناسي رب الكعبه باللي قاعد نقول ان اساسا ترى الاختلاف بالراي الله لا يفسد ودي قضيه يا اخي، ولا وانت شيء بالدنيا قضيه الله أكبر. بس ما تحملها ملف. لازم انا جاي كاس مطبخ خلص بسوي تيشيرت لها لازم والله جد ما نختلف نتفق عادي بس ارجع واقول ان انا ما احب الشخصيات. خليك عادي وجهه نظر وتحترم، وانتم يا شباب ويا بنات ويا اطفال ويا كبار اللي يأيد يكتب بالتعليقات مسرحيه واللي ما اي نعم واللي ما مني ولا مني لا وين راح واللي ما يأيد هم يكتب بالتعليقات. وقبل لا تعلق يا اخوي لايكك وشيرك واشتراكك يا العود، كثر شيرك الله يكثر خيرك. الله صحيح ومن قوه شوف خلينا نرد لك من قوه حسن البلام كسنيد ختم مشواره مع عبد الحسين عبد الرضا قبل لا يأسس المسرح. ويوم أسس المسرح صار سنيد حق النجوم الشباب وأبرزهم صاروا حاليا نجوم شباك. يعني الرجال مثل ما يقولون شمعة تحترق من أجل الآخرين، ورب الكعبة يا جماعة تعبان عليها والله شو ما بكتب تسندها لك لا يبا كاتبها من يومين تعبان عليها هذا تعبان بين كنت ربوك اعدادي شبوك ما شنو اي لا ليش حركتها مبكر زين صلوه تعبان عليك صعد تبي الصدق والله ما قريتها هني يا شباب. تعرفون ليش برنامجنا اسمه شارع 720؟ اولا لان جيران، ثانيا نفس المخل نظيف نفسه بالضبط. والله العظيم الجمله اللي كاتبها انا مو قاريها. طبعا دور البلام وايد قوي بابراز النجوم، ما حد يقدر ينكر هالشيء هذا. قلت لك مو شرط ان الشخص هذا نجم معه، مو شرط هو منجم من قبله يمكن او نجم من بعده، ما يهمني الموضوع. لكن اي شخص يكون واقف يم حسن البلام ياخذ ثقله وياخذ جميع الافيهات، لان الرجال قاعد يفرش له الارض كلها انه روح قول. عرفت مثل ما انت قلت مع عبد الحسين عبد الرضا ودرويش من قبل وطارق مع حفظ الالقاب بالجميع، داود حسين علين وصل حق جروب البلام. شفنا فهد البناي شفناه من قبل يكون مع قبل لا تقول فهد البناي يا رجل عطني فنان كبير على مسرحه باسم اسم الجروب جروب البلام يطلع بعد ساعه من المسرحيه، يطلع بعد ساعه يخليهم ياخذوا راحتهم ساعه بعدين يطلع الرجال. يعني هذا كريدت كبير له. قوي اي والله وايد قوي. فهد البناي كان موجود قبل لا يدش مع البلام، كان مع طارق كان ماخذ وضعه. اي نعم. بس كلنا شفناه لما دش جروب البلام شلون صار عنده قوه، شنو هاللمعه اللي جت له. لان البلام قلت انا لو منو ما كنت انت توقف يم البلام راح ترتاح. شفنا العنان قديم موجود من زمان، وشفناه مع طارق علي ويدري واعمال ثانيه، ما كان بهاللمعه هذه. حتى يوم ضربته بالامبراطوره مع خالد العجيرب، وجههم تحيه هم الاثنين مع حفظ الالقاب، ما كان بالقوه هذه. مع البلام صار احمد العنان بليفل ثاني، الناس قاعده تطالب فيه بكل مكان. المسرحيه تروح السعوديه، تروح الامارات، تروح القطر، وين احمد العنان؟ وين احمد العنان؟ كل ما تنقص المسرحيه هذه وين احمد العنان؟ عرفت؟ الين ما وصل ليفل قام ينتج الرجال. وبس هو انتج والبناي انتج والمظفر انتج والمانع انتج، ما شاء الله. هو البلام اعطاهم البش، اعطاهم الثقه هذه، وتبي الصدق اعطاهم كل شيء يحلم فيه اي فنان. وراهم ان الفن مو محصور على شخص واحد، الفن بطوله جماعيه، كلنا موجودين فيها وكلنا نتشارك النجاح هذا. والثقه اللي خذوها منه بان عادي انا انتج وانجح، ليش ما انت تنتج وتنجح؟ وسوى خبز خبزتي مو من انتاجه، عطالي بطالي مو من انتاجه، لكن جروب البلام كله موجود وكلهم ما شاء الله ولعوا. عرفت؟ عطالي بطالي ما كان بالمسرحيه اساسا، ما كان. هذا اللي وصلنا من كلام ما ندري طبعا. ما كان المسرحيه وياهم قبل فتره قصيره من بدايه العروض. عرفت؟ هالكلام اللي وصل لنا. قاعد اقول لك قدم لهم كل ما يحتاج او يحلم فيه اي فنان، يعني بالنهايه على المستوى الفني. وزيد عليه ترى وايد يتكلمون على المستوى الشخصي، ان لو وقفات تخرع معهم ما لنا علاقه بالموضوع. لا علاقه. اي ما لنا علاقه، هذه اساس بعد. يعني هذا الكلام لا كلام بيطول طالما انت سمعته يطول ما يدرون. الكل يسولف فيهم يوصل كلام انه لا وايد وقفات على المستوى. قالوا بكذا بودكاست كذا مقابله ما انا قاعد اقولها بس. وقال ترى النصار بعد بودكاست تريك. شنو قال ان شوف الفنانين اللي كانوا معاه درويش وطارق وداوود وغيره. انا يوم طلعت على المسرح ما تعبت، يقول انا ما تعبت لان اول ما بلشت مع حسن البلام. اقوى سنيد
تهلك خلصت اي خلصت يعني مو انا قاعد اقول مو رايي الشخصي ولا فلان ولا فلان ولا فلان. عبد العزيز النصار الحين من انجم الناس على الساحه، خطير، شيء يخرع. قال انا يوم بلشت مع حسن بلام فانا ما تعبت. اذا النصار كبدايه حقه ما تعب، ما بالك الناس اللي واصلين ليفل عالي بالنجوميه يكون مع البلام. الدنيا مفروشه حرير، خالصين منها. سووا اللي تبيه. قول تقوله. سولفنا وايد عن الحسنات الاستاذ الكبير حسن البلام، سولفنا وايد عن جروب البلام، بس مو معقوله يعني ما عليهم اي انتقاد. لا، كل جروب وكل اشخاص في لهم وعليهم اكيد. ما طالما انت قاعد تشتغل تغلط او تحوشك زلات مني ومنك، في انتقادات كثيره على جروب حسن البلام. مثل ما قلت لك بدايه الحلقه، الكيرف مالهم بلش ينزل. ليش؟ انا اقول لك رايي بالاول، ما قلت لي ليش، بس انا اقول لك ليش. سبقتني يعني ما تبي نتكلم. اقول لك حاولوا يبدلون ثوبهم. انت اسست جمهور يعتمد بالاول بالاخير على قوه الفنان، والجمهور جاي يضحك. منك قصه بسيطه بس مو اساس الجمهور اللي جايك عمل فني، تمثيل، حبكه. لا 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 لا، انا جاي مسرحيه، اغلب مسرحياتهم بنادي اليرموك بمشرف، ابي اخذ جرعه كوميديا عاليه واطلع. انا اشوف الناس تشتري الضحكه بفلوس طبعا. انت متخيل؟ شوف، خل راينا الشخصي انا معاك، لان انا معاك نحب الاعمال الميكس اللي بين الفن والكوميديا، ما نحب الاعمال اللي فوق الكوميديا. بس انا قاعد اقول لك عطني عمل. راي اغلب الناس، راي اغلب الناس يقول لك لا، خاصه جمهورهم هم. ترى كل الناس لهم جمهورهم. جمهور جروب البلام يبي بالاول والاخير يضحك، انا جاي اضحك وامشي. اذا قلت عنده جرعه الكوميديا بيقول لك ترى مسرحيتك مو تمام، مسرحيه مو حلوه. ما درجوا حق الجمهور، فجاه سووا الاخيره شيخ ريحاني. إيه. انا اتوقع ما درسوها 100%، انه فجاه حولوا وراحوا درب ثاني. مجهود يذكر فشنو فيشكر. محاوله تغيير ناجحه او مو ناجحه، فكره تغيير تمام، لكن تطبيقها ما كان على القدر المأمول منهم. انا هاي وجهه نظري، وجهه نظر اغلب الناس. ترى وايد انا داشها تقريبا 5 أو 6 يوم العيد معاك. ترى قبل لا نجي تذكر شنو سمعنا المسرحيه مو ذاك الزود، مو تمام، عرفت؟ فهذا انت على اساس قالوا يوم دشينا فهمنا الموضوع، فهمنا ما تعكس صوره الجروب هذا. مو سكتهم نهائيا، ما تعكس صوره الجروب او توجههم. ايوه فعلا. هذا حد الانتقادات. فما ادري انت تأيد سالفه انه يغيرون ولا لا، انت تبي والله جروب اللام يتم مثل ما هم؟ ابي رايك. حلو. شوف، انا بالنسبه لي احب العمل الكامل. حلو. مو كل الاعمال كامله، بس يا اخي في شيء يسند شيء، عرفت؟ يعني اذا القصه مثلا مو حلوه الاخراج ممكن يكون حلو، اذا الاخراج مو حلو القصه تشفع له، فهمت؟ لا هذا ولا هذا. قلنا من قبل ورد نقولها مره ثانيه، نجوم الشباك. فانا ما اتعب بالقصه والاخراج، اجيب كل النجوم اللي على المسرح لما الف يميني مثل ما قلنا من قبل، اشوف المانع، مظفر، النصار، محمد رمضان، البناي، كلهم على المسرح، زهره عرفات، ما ابي انسى احد، السجاري وغيره. فلما يكونون كلهم على المسرح نادر ما انا اشوف القصه وين او الاخراج وين الامور الفنيه، ما يهمني. انا داش المسرحيه ابي اضحك، النجوم صحيح. على المسرح هذول كلهم يضحكون الطوفه يا ريال، شو انا ما اضحك؟ فهمت؟ فانا داش ابي اضحك، هذا المكان حق الضحك. لكن ما يمنع انك تسوي مسرحيه حلوه. يعني عملك الاخير واللي قبله بعد يمكن واللي قبله ما كان ذاك المستوى، فهمت؟ انا مع التغيير بس مو بالصوره هذه. يعني في احلى مو سيء بشكل مو طبيعي اللي سووه، ولا انه وايد دون المستوى، بس مو هذا المستوى المعهود. ففي احلى من كذي، فهمت؟ يعني انت تأيدني؟ لا انا اشوف اللي سوى اخر مسرحيه من حبي لهم، لا مو هذا ليفل جروب البلام. عرفت؟ بس يغير مثل ما يقولون حاولوا يلبسون ثوب مو ثوبهم، مو ثوبكم. نجوم شباك، قصه خفيفه، خلني اطلع اصرخ مسرحيه. شكرا عفوا، تفول لين نهايه السنه. يمكن هو يبي يغير، يبي يصير نفس اللي هو مثلا مولانا وشحاتين محترمين وعد مع عليه. طلع ابو صقر مقابله وقال ان انا صاحب فكره التغيير، بروحه مو بروحه، لا يبين من الشباب ان هم رايح على مخهم، رايح على صوب المسرح الاكاديمي اكثر، خاصه ان اغلبهم خريجه معهد. تمام. بس قاعد اقول لك انت باني جمهور كم سنه على هل نوعيه من هذا. لا تغير فجاه، تدريجي.
مظفر يقدر دام اول مسرحيه لا يقدر يسوي شيء جديد فوق هذا. مسرحيات المحترمين انا طبعا اوقف له احييه على اللي سوى المسرحيه جميل جدا، بس شعبك ما يحب او اغلبه لون الاكاديمي هذا ما يحب هالنوع المسرحيات. ما يحب هالنوع، فما حب ما لاقت النجاح اللي تستاهله المسرحيه. مسرحيه وايد عميقه، وايد حلوه، وايد ثقيله حلوه، سوبر مسرحيه تأذي. فيها ثقل فني تأذي. من اخراج من تاليف صرخت عرفت من التصفيق. بس شنو نجحت جماهيريا مثل ما متعودين. والمسرحيه اللي قبلها اللي موعد مع معالي لا لان الكوميديا كانت وايد اقل. اللي دشوها بالهذا قالوا مع ان انا احبها اكثر من موعد مع معالي. ادري وعندي اي احلى منها. انا احبها اكثر بس ما لاقت النجاح هذا. تموت على الدراما والتمثيل، تحب الجو. ما يمنع، لا مو الفن يعني ثقافه، الفن دراما، الفن اي تبي شيء حلو ملموس، شيء تحس انه يلامسك، فهمت؟ انا ليش مكان بس ابي اصرخ واضحك. اوكي ضحكت بعدين. تذكر الفتره هذه شنو كان تقييم الناس حق المسرحيات اللي يطلعوا؟ مسرحيه تضحك، مسرحيه ما تضحك بس. اي يعني انا ما يشغل بالنص، انا اتكلم عن نفسي. انا اطلع بفكره، اطلع بصوره جديده، اطلع بشيء اي ما احب بس اني اضحك وامشي ما اطلع ولا شيء انساها. بس في مشكله اذا بتفكر كمنتج ايه اللي عندهم نفس الذوق هذا ما يفولوا لك المسرح. ما يون وايد، بس اللي يضحكون يفولون حتى الساعه 12 عروض الساعه 12. اللي فوها انا عندي انتقاد على الموضوع اللي هو يضحكون ما يضحكون. روح انزين ايش ورانا؟ تدري اني يسوون بروفاتهم قبل العرض باسبوع يمكن. اي والله قالها النصار صدمني. ترى هذا شيء يعني شوف تاخذها بجانب هاي تعتمد فيها كذي قوه ممثلين. اي قوه ممثلين ان انت ترتجل وتطلع شيء جديد يخرعون شيء قوي. زين بس اخذها من جانب ثاني. ترى عادي اول اسبوع يكون العمل مو بذاك المستوى لا يعني. اقولها سلق. اي لا اقولها عادي يعني انا حاولت اكحلها شوي. تعتبر سلق يعني ليش احنا قاعد نقول سلق؟ يعني احنا حد المسرحيات دشيناها اول يوم العيد اكثر من عمل دخلنا مبكر. ذكرني فيها اللي دشينا وايد انا من حكم لكم اذكر هذه ايه اسمه حكم لكم. حكم لكم كان الثيم الاندلسي هذا. دشينا اول يوم الساعه 5. لا التكييف تمام، لا الاضاءه تمام، لا الصوت تمام، حتى البلام كان متنرفز لانه مو ضابط الموضوع. كانت كأنها بروفا، حتى مو بروفا جنرال، كانت بروفا عاديه. فوايد انا مالي ذنب. انا ابي اي اول يوم اشوف مسرحيه كامله. وهذا شيء يضرهم ترى ما ينفع. للاسف ترى كلهم يقولون نفس الكلام. انت متى دشيت المسرحيه؟ والله دشيتها او لا تعال لها بعد. لا مو وظيفتك بعدين. غلط عرفت ابيها اول يوم. الناس تطلع من العمل اذا كان العمل وايد قوي من اول يوم راح تسوي لك دعايه حق كل الناس اللي تعرفها صح ان مسرحيه وايد قويه وروحوا لها، فانت تفول من الحين ليش قدام. اما لما يجيك انا اول يوم او اول اسبوع العمل مو حلو، للحين العمل ما استوى، للحين العمل ما صار مضبوط، لا نطروا تعالي بعد اسبوعين، تعالي بعد شهر. لا الناس ما تنطر، راح تيك بعد اسبوع اسبوعين، ما حد راح يجيك بعد اسبوعين، لان من اول اسبوع خذوا فيدباك انه مو حلو المسرحيه. تكييفها على قولتك اي والله تكييفها مو مضبوط، الاضاءه مو مضبوطه، الصوت مو مضبوط، الممثلين مو حافظين، المسرحيه ما تضحك، القصه مو مفهومه، واحنا ما لنا خلق اول يوم. فهذه الامور كلها مو لصالحك نهائيا، مو لصالحك. عرفت شلون؟ فهذا انتقادي عليهم، انه ما داعي تسوي بروفا قبل اسبوع، انه سوها قبل. حاول تضبط العمل كامل، خيطها باحلى صوره من اول العرض. ليش بعد اسبوع؟ وايد ترى يومين واحد اي من زواره ما خلق. اي والله هو اليوم ثقيل اساسا، فاحنا بنيك بنضحك وانت تزيدها علينا والمسرحيه مو ليناك ولا. الله يسامحكم ان شاء الله، واتمنى تعدلوا من السيستم هذا. وفي مشكله انا ماني فاهمها، اللي هي طبعا اعمالهم الاخيره من كتابه اللي هو احمد العوضي، كاتب خطير ما عليه اي كلام. تمام، نوجه له تحيه اكيد. واخراج عبد الله البدر هم نوجه له تحيه. هم مخرج قوي. تونا شفنا العمل اخر يوم بحياتي وايد حلوه مسرحيه. اي لا وايد سوبر. فهو مخرج قوي واحمد العوضي كاتب قوي، بس الاعمال اللي يسوونها مشتركه بينهم قاعد تطلع مو ذات المستوى. يعني مو ما ادري شو المشكله، انا قاعد احاول افهم شو المشكله. هذا كاتب قوي وهذا مخرج قوي والكاست قوي، ليش المسرحيه مو حلوه؟ كل المسرحيات ولا في مسرحيه مو حلوه؟ تفرق ترى. عندك اللي هي الحكم لكم. انزين عندك اللي هي مشكلتها الحكم لكم. قلنا شنو مشكلتها اساسا؟ لا حتى ما نزلوها، حتى يوم يعدلوا عليها هم مو عاجبتني. اي حتى لما نزلوها مو ذاك المستوى المسرحيه. اي اخر مسرحيه اللي هي الشيخ روحاني، يعني على كلام احمد العوضي انها هي ريا وسكينه وايد قويه. مو احمد العوضي،
على كلام فهد البناي انه هو قال عنها انها مو قويه المسرحيه، يعني هذا شخص من داخل العمل. مسرحيه سوبر ماركت شنو قال عنها نصار؟ صح هم تكلم عنها انه مو عاجبته. هم يا جماعه مو كلامنا، رايهم هذا، هم ابطال العمل قاعد يقول كل واحد فيهم يقول العمل هذا مو عاجبني، العمل هذا مو عاجبني. اذا ابطال العمل يقولون كذي انا شنو اقول بالضبط؟ تخيل يعني فهمت. فهذا اللي انا مو عاجبني او مو فاهم بالضبط ليش الكاتب قوي والمخرج قوي والكاست قوي بس المسرحيه مو حلوه. ليش ما توفق اخراجيا بهالمسرحيه؟ ممكن يكون المخرج مثل ما تقول يمكن هاي سالفه اللي اسبوع بروفات قبل المسرحيه هم متاثر. ممكن يكون النص المسرحيه الفلانيه مو كل المسرحيات ما يكون قوي عادي. وهم على بعض ما فهموا بعض بهالمسرحيه هذه. ما في شيء معين صدقني. ولو تشوف نجاح اغلب مسرحيات قرو البلان تعتمد على اشخاصهم هم. افيهاتهم قويه مسرحيه قويه، افيهاتهم مو قويه المسرحيه مو قويه. من الاخر ما تعتمد الاول والاخير على النص ولا على الاخراج، ممكن بس مو على النص. لان انا سمعت وايد انهم بينهم يقدرون ينفون او يغيرون الادوار ما بينهم. ما يعرف ما يلتزمون مثلا بالازياء 100% الا بمسرحيه هذه الحكم لكم ثيم معين ما يقدرون بعد. مريح ابو علي كل مسرحيه دشه الكشته مريح مرتاح. فما ادري يمكن شنو السبب بالضبط. كل مسرحيه انت ما تدري تكهنات، بس نقوله بالاول وبالاخير هذا ما يقلل انهم للحين ترى متسيدين المسرح. ما عليهم جروب حاليا يخرعون كذي. وفوق هذا زعلنا ابو علي او مزيان قال انه خلاص بس هالسنه اخر مسرحيه له ونسني بنفس الوقت لانه ياب مع داود حسين. الله اكبر والله سمع لما يقول لك ختامها مسك والله هذا المسك. عندي نقد بعد على موضوع اللي هو الجرأة والإيحاءات. شنو نقدك؟ نقدي على موضوع الجرأة إن في وايد مصطلحات أو كلمات ما لازم تنقال على المسرح. صحيح. أدري بتيني بتقول لي ما قبل قالوا أدري ما قلنا الحلقة اللي قبلها بعدنا قبل قالوا ما كنت بقول الحلقة. لا أنا أقول لك إن قبل كان في إيحاءات، كان في كلمات ما كانت لازم تنقال على المسرح. صحيح. كان في اللي هو الضغط تنمر كل شيء كان في قبل. نرجع ونقول بأنه اللي قبل مو منزهين. أنا عندي مشكلة مع هالسالفة هذه. قبل سووا إذن قبل صح. لا مو كل شيء صح. مو لازم أنا إذا مريض يشوفوني. شكو حد شاويك من قبل أنت؟ لا بس يعني شكو بلا شكو شاويك بلا شنو ما تخشمي؟ ما يصير يعني كل شيء قبل. وينكم أيام قبل؟ شو إنه ما في قبل سوشيال ميديا كان كشفته من هذين؟ كان كلكم والله عندي 3 لقطات بمخي اقدر اقولهم. لا اقول مستحيل. لا تقول والله لان اللي قبل يعني ايحاءات وجرأة ولقطات. لا مو ايحاءات كانوا مصرخين مو ايحاء. في مشاهد قديمة لو موجودة الحين راح يقولون ان انتوا تحثون على وعلى تخيل من قوة المشاهد ومن جرأتها. بس لأن قبل فكل شيء عادي. تبي شغلة؟ اي والله مو قديمة وايد فيه. اي مو قديمة وايد. في ابيض اسود شنو مو قديمة وايد. وفي ملون ادري. شايفهم كلهم شايفهم. وفي نص ملون نص ابيض اسود. كلهم شايفهم ينعادون الحين. لا انتوا تحثون على انتوا نتفلكس. الحين ترد انتوا نتفلكس. شنو اللقطات؟ لا ما راح نقول دوروهم. طالما انت ما شفتها دوروهم ما راح نقول لك شو اللقطات بالضبط. بالاول وبالاخير ترى المسرح انا جد مسرح كبار. ففي اشياء معينه تنقال عادي ما تنقال قدام الصغار صح. بس يا اخوي خلينا مسرح كبار وصغار. مشكلتنا ترى بالحريم. يعني شوف الحين مسرح النصار مسرح مظفر قاموا يحبون البنات والحريم انه يروحون له. يدري الشخص بيقعد مرتاح 100%. ما في ايحاء ولا في سب ولا في اي شيء. يدري وضيف عليه هم المسرح محمد الحملي. هم ان ريال يروح مرتاح تقعد مع اهلك مستانس مرتاح ما تحتقن تقعد معصب وخايف انه من متى بيقول الكلمه متى انه ليش اروح مع اهلي وانا متوتر
خليني اروح مستانس، خليني احضر مسرحيه، اطلع من المسرحيه مستانس، هذا توجه اتناقش فيها مع المرأة. توجه ترى يشكرون عليه وايد. يعني انا وايد حابه جيل جديد يعني يعطيهم الف عافيه، مستبشرين فيه ان شاء الله خير الباقي كلهم يمشون على هالخطه هذا مثل ما يقولون باذن الله. حاب يا اخوي تضيف شيء على الانتقاد ولا بس؟ عندي نقطه على موضوع اللي هو الشيخ روحاني. انزين. طبعا كلنا شفنا ان الشيخ روحاني كان كاست جميل، كان معاهم علي الحسيني. علي الحسيني يا جماعه فنان ما عليه، فنان خطير، عنده جوائز مهرجانات لهني، يخرع لا يخرع. فعلي الحسيني ما عليه اي كلام. تمام. بس حط صورته في اثنين على الحسيني. علي الحسيني اللي شيخ روحاني دور ود شيخ روحاني. اي صحيح. علي حسيني اللي عبد الحميد حافظ، علي حسيني اللي مستذئبون، علي حسيني اللي بالاحدب مالت الحملي، علي حسيني وايد رفع اي علي حسيني هذا. فيا جماعه هذا فنان يخرع وايد قوي، لكن مو راكب على ثيمه مسرح البلام نهائيا. يعني هو دوره اللي سواه شيخ روحاني دور درامي بحت. حاول انه يعني يستغل الكاركتر هذا بانه يضحكنا، ما قدر يضحكنا لانه مو هذا مكانك. صح. فهو فنان خيالي بالدراما. تمام. فهذا مو مكانك بالنسبه لي انا احس ان هذا مو مكانك. تركب مع جروبات ثانيه، يمكن هالجروب انت مو ماشي معاه عادي. كنا نقول فوز الشطي ما تركب على جروب البلام لين ما تم اثبات العكس بانه هي فنانه كوميديه. لا يوم راحت عند مظفر بأمر اخلاق بين ان فوز الشطي وايد قويه بالكوميديا، بس ما تمشي مع الجروب هذا. ما علي حسيني بالنسبه لي انا نفس الشيء، ان شاء الله بالمستقبل يثبت لي العكس انه هو لا قوي بالكوميديا، هو انه عندي وشوفه، بس انا مو ماشي مع جروب البلام. ويمكن يمشي معهم، ما له شغل انت قوي ولا مو قوي، في مكانك مو مكانك. وحتى النص يساعد. ما اشوف رايي، انا ما اشوف هو مكانه جروب البلام، ده مكانك مع الحملي من الاخر. ان شاء الله والله يروح مع الحملي مظفر، ترى النص يلعب دور. حتى ترى توجه المانع نفس توجه ايوه نصار. انت هذا مكانك، كوميديا وتمثيل. في النهايه علي حسيني فنان خطير، نوجه تحيه. خرع عليه، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. وبالاول والاخير نتمنى حق جروب البلام كل التوفيق والخير، وان شاء الله الاعمال الجايه مع حسن البلام او من غير حسن البلام يتوفق الجروب ويكبر. في شغله بيضيفها قال نجوم الشباب ولا شنو بعد؟ لا بقول شغله بعد. خلاص شنو بعد؟ في شغله مو عجبتني. يلا بس روح. روح. حسن البلام شمعه تحترق لاجل الاخرين، نفسها هذه قلناها مساء. زين، بس شنو المقصد فيه؟ ان لا تجي على نفسك عشان تبرز غيرك. والله ذكرتني، الله عليك يا ابو صلوح، ذكرتني بشغله وايد سمعتها. شنو هي؟ الفتره الاخيره. شنو هي؟ أو فترات سابقه سمعتها. البلام رجل الظل. لا انا ما خلاص والله اسمع خلاص والله صدق في ناس وايد تقول ان حسن البلام ما يقدر بروحه يشيل مسرحيه، نفس مثلا طارق العلي او خالد مظفر او عيز النصار او مبارك المانع. هذول قاعدين شفناهم يشيلون مسرحيه كامله. في ناس وايد تقول ان حسن البلام ما يقدر بروحه يشيل مسرحيه كامله، والدليل انه قاعد يحط مسرحيته عدد من نجوم الشباك وايد كبير عشان يرفعون. ما ادري هذا اللي سامع انا. تبي تعلق على الموضوع، تأيد ترفض، كيفك الموضوع؟ انا ما اقدر اعلق بالموضوع هذا لان اساسا انا ما شفته بروحه. شلون اعلق؟ احنا لازم نشوفه، لازم تشوفه بروحه عشان تعرف انه نجح ولا ما نجح. هذا العالم اللي قاعد انا ما شفت بما انهم ما شافوا بروحه بالضبط. هم قالوا وكلامهم يعني او رايهم يحترم زين، لكن انا ما شفته. لما اشوفه بروحه واقول انه مثلا لا مو حلو ما نجح، ايش ساعه اقول انه لا. فهذا رايي بالموضوع. انا ان شاء الله نشوفه بيوم من الايام ويثبت العكس ويسكت هالاراء هذه. فلما قلت انا مساعد ان الشمعة تحترق لاجل الاخرين، اكثر من مسرحيه انه ويع نفسه، ان انت سكير، ان انت ما تصلي، ان انت مع احترام اكيد. اي وعادي ترى كل الشيء هذا مو موجوده فيه، فهمت؟ مو موجوده فيه، بس لانه هو ماخذها كافيه قاعد يضحك الناس لما يقول مثلا انت ما تصلي، انت تاكل خنزير، انت تشرب، انت العنان كله شنو فهمت؟ هذا افيه خيال يعني. هذا ترى بروحه فرشه. صحيح، هذا بروحه فرشه ان البلام خلاك تقول كل شيء، بس فرشه تيالك شخصيا. شنو انا هاي ترى مو حابه على فكره. على نفسه ان نفس اللي قال مثلا تحضن يتيمه ممكن يتيم لا مثلا، فهمت؟ ان انت تشرب، انت تاكل خنزير، انت ما تصلي، انت وايد يو عليه. وهو شنو؟ سكوته فرش حقهم. اي ضحك خري البلام يخر والله العظيم يعني ساكت قاعد يفرش. انا اقدر افهم
اكيد مو وايد ناس، ممكن في ناس انا اقدر افهم انه والله ترى هذه مسرحيه اي واللي بالضبط. قاعد ينقال فرش انه مو صدق ما على نطوفها. طار الفرش في شغله المفروض انه ما ننساها، اللي هي مسرحيه مبروك ما ياكم، لما يقول لولو هايبر يضحكون حق العنان. الناس ما ادري ايش السالفه، الناس ما يدرون اساس القطه كلها البلام ترى. البلام هي البلام هي البلام مسوي كذي. انا ليش انا لما نقول شيء ما يضحكون بس انت يضحكون لك؟ هذا الفرش شباب. يا ساتر شفتوا هذا يا الفرش. ساتر لازم ما تطوف هذه ما تطوف كذي. هذا درس حق الاجيال اللي جايه، انه مو الا اقط، مو الا انا افرش او ساعات اسكت، اخليك انت تكون نجم تبرز على المسرح. حسن البلام والله خلص الكلام بس نقطع السطر. اي خلص ترى اللي قلناه بالحلقه يا جماعه والله العظيم شويه بحقه والله يستاهل حلقات مو حلقات. قلنا اشياء زينه وقلنا انتقاداتنا وان شاء الله تقبل منا بصدر رحب. اذا كان في شيء ما قلناه بالحلقه نتمنى تكتبون لنا اياه بالتعليقات، راي ما قلناه، فكره ما قلناها، اقتراحات شيء نعدله على الحلقه، اقتراحات محاور جديده، لعبه شيء. الحين داشنا رمضان، احنا الحين بالعيد الوطنيه، كل عام وانتم بالف خير، عسى الله يديم الامن والامان على ديرتنا الحبيبه الكويت. وبالنهايه نعيد ونقول لا تنسون شنو اللايك والشير والسبسكرايب ارجوكم، واتمنى تضيفونا بكل قنواتنا، مواقع التواصل الاجتماعي، بالانستغرام، بتويتر، بتيك توك، موجودين بكل مكان يا اخوي. عرفت شو اقول لك؟ رايكم يهمنا، ومثل ما قلنا من قبل ان احنا فيكم نكبر وتكبر هذه القناه، وان شاء الله نكون ما قصرنا بالمحتوى هذا. وكل ما تزيدون لايكات الله اكبر، كل ما يزيد الابداع، كل ما تزيد المواضيع، كل ما تزيد الانتاجيه. وهم نرد ونقول نشكرهم شخص اللي سوى لنا فولو بالانستغرام او تويتر، سوى لنا لايك، سوى لنا سبسكرايب بيوتيوب، كلكم مشكور. اللي كتب تعليق كل المواقع مشكورين وما قصرتوا. وكل آرائكم يا جماعه ماخوذه بعين الاعتبار، وترى قاعد ارد على كل كومنتات، ما قاعد نطوف ولا كومنت. بالضبط. وآرائكم كلها مثل ما قلت انا ماخوذه بعين الاعتبار. وان شاء الله التعليقات اللي قريناها اللي هو اقتراحاتكم راح نحاول نسويها كثر ما نقدر ان شاء الله، وراح نسوي مراجعات لقدام، وممكن نسوي مسابقات، وممكن نسوي العاب طبعا. شلون فان شاء الله كل شيء جاي بالطريق. بس انتم ما تتخيلون ايش كثر التعليق مالكم وايد مهم. شدوا حيلكم معنا. لا والله التعليق مالهم وايد مهم وقاعد ناخذ فيه. كثر شيرك الله يكثر خيرك. انزين، حاب اضيف شغله ولا بس خلاص؟ لا بس سلامتك. يلا يبا، فما الله، مع السلامه.